جدا فريق قوي للغايه. هولندا من 2010 ما خسرات ماتش في كأس العالم، كانت دايما كتخرج بضربات الترجيح. المغرب واخا قدم مستوى أتمنى أن يعجبكم الفيديو، ولا تنسوا نحن لا نحث عن العنف والتفرقة بين الشعوب، فكلنا عرب الحمد لله، وهذه مجرد لعبة فلا داعي للتعصب. وشكرا جزيلا على المتابعة للأخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في الفيديو القادم. دمتم سالمين. وتعبيرا عن الحالة اللي جوايا. نهائي كأس العالم؟ لا، دور 32. أقوى مباراة في دور 32. أقوى مباراة في الدور 32 بين المغاربة والهولنديين. المغرب هولندا يوم الثلاثاء 4 فجر. Politie België, politie Frankrijk, Interpol. Iedereen moet klaarstaan voor deze dag. Want het gaat helemaal mis. واو على صار عندنا. يا خرابي يا مسبي يا فتحتي يا لهوتي يا لهوتي يا لهوتي يا خرابي يا لهوتي. 14 2018 موعدا ناريا في الدور القادم مع المغرب مجموعات، فهولندا امام مواجهه ناريه صعبه لكلا المنتخبين، نتمنى امكانيات عاليه، لكن هولندا الدور اظهرت نفسها بشكل جيد بطبيعه الحال. يعني ما ان اعلن على انه من مباريات دور 16 مباراه ما بين المنتخب المغربي والهولندي، حتى صارع خبراء كره القدم والمحللون الصحفيين الى الحديث على مباراه اقوى مباراه على مستوى دور 16. لا 32 وليس 16. دور 16 يعني قبل ال 16 يعني دور 16 يعني 16 المباراه. أيوة على طول راح وبررها 16 عشان لهجه جميله، اللهجه المغربيه صح طبعا. دور 16 يعني هو الدور 32. ايوه هو الدور 32. شوف تقدير علي يا مساعد، انتم على طول مسكتوا على طول. انتم تحسبون بالفرق، احنا نحسبها بالمباريات. ألن تكون هناك 16 مباراة في الدور الثاني؟ صحيح. إلا 16 مباراة بيلعبوها 32 منتخب. أنت تقول الدور 32 وإحنا النهائي بيكون ما بين فريقين بس كناية على مجموعة المنتخب 16 مواجهة. إيش أجمل هذا تعبير. المغرب جيدا، فريق قوي للغاية، لاعبين ممتازين وفرديات كثيرة جدا، فريق قوي للغاية. واحد الخبير بريطاني ديما كيتوقع كاس العالم. 2014 توقع الالمان، وفي 2018 توقع فرنسا، وفي 2022 توقع الارجنتين. قبل كاس العالم ما كيبدا كيقول لهم كيجيبها لاصقه، وهذا ما كيديرش عشوائي، التوقع عشوائي. كيدرس اي فرقه وكيدرس الخدمه ديالها والمدرب ديالها والظروف ديالها فين يلعب كاس العالم، كيجيب داك الشيء لاصق. 2026 واش قال لهم؟ قال لهم هولندا اللي غادي كاس العالم، وكيتوقع كل مجموعه شكون غيطلع الاول شكون غيطلع الثاني وشكون غيتلاقى مع شكون. قال لهم الله هولندا غادي على حساب البرتغال. جيت نشوف بغيت نعرف غير المغرب فين داروا هذا السيد. قال لهم المغرب غيطلع دوزيامه، وهذا الشيء اللي وقع لنا. ضربنا اسكتلندا بواحد والبريزيل ربحت 3، قدروا يفوتونا بالبيوت. قال لهم المغرب غدوز دوزيامه وغتلاقى مع الاولى اللي هي هولندا. ها هي هولندا دابا رابحه الشيء، ها هي رابحه يعني غدوز الاولى. انا ما كنتش شايط بهذا الهضره، ولكن ملي كنشوف هولندا غدوز هي الاولى وحنا غندوزو هما الثانيين، وهو توقع اننا في دور 32 غنتقصاو قدام هولندا، كنقول ما يمكنش هذا الشيء، ما يمكنش غادي كما كيقول هذا السيد. وكنعاود ناكد ان هذا السيد توقع 2000. يا اخوان الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يعشر الخطوات ديالكم، الله يجعل لكم القدم بألف حسنه، الله يجعل البركه، وسمحوا لينا الله يجعل البركه، والصوبه جمع خيوطك طروبينتك، الله يجعل البركه. لا الله يجعل البركه، ما يخلي لنا الشيخات لا والو ودينا نعدموا منهم. تصبحوا انتم مزيانه في المجموعه ديالو، وجا الثاني في فارق الاهداف على البرازيل. رغم هذا الشيء غيواجه اصعب خصم ممكن في الدور 32. ماما ميا هولندا ماروكو، ماما ميا كي بارتيتا ragazzi. ان المغرب ستلاقي هولندا في المباراه ال 32 خلاص اصبح من المؤكد. وصفوها الخبراء الرياضيين او بتوع كوره، قالوا ان هذه مباراه نهائيه مبكره لكاس العالم. المغرب رابع العالم وبادائه المتميز الرائع جدا وفنياته وجمالياته، وهولندا ايضا لا تقل جمالا عن المغرب بثباتها وسرعتها والكره بتاعتها الجميله. وكمان قال لك ان هولندا يعني ما خرجتش قبل كده من الادوار الاولى.